مساء الخير عليكم. النهاردة هنكلمكم عن أبواب القاهرة. كلنا عارفين إن من أكتر من 1000 سنة جوهر الصقلي قائد جيش المعز لدين الله الفاطمي بنى مدينة القاهرة ووسعها بدر الدين الجمالي اللي هو كان وزير الخليفة المستنصر بالله الفاطمي. بالمناسبة القاهرة كان مساحتها وقتها 400 فدان وضلعها من الشمال للجنوب 1500 متر ومن الشرق للغرب 1100 متر. القاهرة كان ليها سور كبير حواليها. السور دون كان بيحميها من الأعداء، وكان السور دون قافل على الخليفة الفاطمي وحاشيته وأتباعه والقائمين على خدمتهم فقط، وكان ما بيدخلهاش عامة الشعب. يعني السور دون كان لحمايتهم من الأعداء ومن عامة الشعب. وفي أيام الدولة الأيوبية صلاح الدين وسع السور دون علشان يشمل مدينة الفسطاط، كحماية لمدينة الفسطاط من هجمات الأعداء. القاهرة كان لها أبواب، أشهرهم الأبواب اللي احنا هنتكلم عليها. كان باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح. باب زويلة باب زويلة دون كان الباب اللي الفاطميين بيطلعوا فيه على شكاوى وأحوال رعاياهم، وكانوا بينازلوا فيه أعدائهم ويرجعوهم متكبلين. وكان البعثات الدبلوماسية أو الرسل كانوا بيدخلوا منه، وكانوا بيدخلوا منهم بتقليد غريب شوية، يبوسوا الأرض قبل ما يدخلوا ويبوسوا الأرض بعد ما يدخلوا وهم متقطعين راسهم كده. باب زويلة دون كان والي القاهرة أو متولي القاهرة كان من عليه يقعد على الباب دون ويقابل الناس ويسمع شكواهم. المتولي دون ده اللي كان بيسمع شكواهم، واتعرف اسم المتولي واتعرف باسم المتولي. ب... كان له قصة ظريفة قوي. كان في واحد من المتوليين دون الناس طلعت عليه إشاعة إن هو ولي من أولياء الله الصالحين أو قطب صوفي، ما تقولوش أي حاجة إلا لو اتحققت. فكانت الناس في فترة من الفترات كانت بتجيب خرقة من هدومها وتتمنى الأمنية اللي هي عايزاها وبالمسامير على باب القاهرة تعلقها. باب زويلة اللي جدده أمير الجيوش بدر الدين الجمالي في عام 484 هجرية. قعد بناؤه وتعليته علشان يأمن القاهرة كويس من أي أعداء، وحط فيها زلاقة كبيرة تمنع إن الفرس، يعني الفرس والخيل لما تحاول تهاجم تقع. الزلاقة دي هدمها السلطان الكامل نصر الدين محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب، بسبب إن هو ماشي بالفرس بتاعه اتزحلق وقع عليه. نيجي بقى لباب الفتوح. باب الفتوح قريب من باب الشعرية. ده ما كانش مكانه الحقيقي، ما كانش مكانه الأولاني. مكانه الأولاني كان عند قصر الغربي بتاع المعز لدين الله الفاطمي. ولما بدر الدين الجمالي وسع القاهرة نقلوا لمكانه الحالي اللي هو جنب جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي. باب الفتوح دون كانت الجيوش الغازية اللي هي راحة تغزو منطقة ما كانوا بيخرجوا منه علشان يحاربوا. وبعدها في أيام الأيوبيين دخل منه صلاح الدين الأيوبي، وكان الناس بتقول إنه كان لابس جبة سودة وطوق من الذهب. وكان السلاطين بني أيوب بتدخله بعد ما ياخدوا خلعة الخليفة العباسي أو قرار الخليفة العباسي بتولية السلطان فلان إن هو يبقى سلطان على المسلمين. فكان السلطان دون بيدخل
من باب الفتوح وراكب فرسه وجنب منه وزيره وعلى راسه كده الخلعة أو القرار بتاع أو الفرمان بتاع الخليفة العباسي. نيجي بقى لباب النصر. باب النصر قريب من باب الفتوح، وزمان ما كانش ده مكانه. لما بناه جوهر الصقلي كان قريب من جامع الأزهر وقصر المعز. بدر الدين الجمالي نقله لمكانه الحالي. ودون باب النصر دون من اسمه النصر، كان لما الجيوش تخرج وترجع منتصرة تدخل من الباب دون. والباب دون والباب دون دخل منه السلطان سليم الأول بعد ما هزم طومانباي. دخل من الباب دون ومر على باب، فضل ماشي فيه لحد ما مر على باب زويلة وخرج منه ناحية بولاق. وفضلوا ولاة مصر في العهد العثماني ماشيين بالتقليد دون، يدخلوا من باب النصر ويفضلوا ماشيين لحد باب زويلة، يعني إذانا إن هم إيه إن هم إن هو ده اللي هو الوالي العثماني الجديد. وبالمناسبة إبراهيم باشا لما رجع من لما كان بيرجع من معاركه منتصر كان بيتنادى في القاهرة قبلها ب7 أيام ويتجهز له الموكب وإنه يدخل من باب النصر، وبعدين يفضل ماشي لحد باب زويلة وبعدين يروح للقلعة. وبس بعد كده التقليد دون اختفى. وبكده تكون خلصت حكايتنا، وأتمنى إنها تكون عجبتكم.